اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد معايا ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم. صراحه غبرت عليكم غير مع الوقت وصافي، وداش هي كونيكس وداكشي علاش ما كنحطش معكم فيديو ديما. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم ويعجبكم هذا الفيديو هذا. جيت نشارك معكم هذه الكيكه هذه الرائعه اللي كتجيب هذا المول العجيب. كتجي واحد الرطوبه فيها مسقيه وغزاله يا البنات. كنتمنىكم تجربوها ويعجبكم لا فيديو. واللي اللي وصل حتى لهنايا ما ينسانيش من لايك، واللي مازال ما تابوناش عندي تابونا مرحبا به، باش ان شاء الله ديما يوصلكم الجديد ديالي. والله الا شكرا لكم بزاف على الكومونتير الزوينه ديالكم اللي كتخليو ليا. المهم دابا ان شاء الله ندوزو المقادير وطريقه تحضير ديال هاد الكيكه هذه ديال المول العجيب. بقاو معايا ان شاء الله. هنا البنات عندي المقادير. عندي هنايا واحد دانون كريك، نتوما تضيفوا اي دانون عندكم، ديال يا دانون ديال البنان يا دانون ديال الفاني. انا كان عندي متواجد هذا استعملته. عندي كاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال السنيده، وعندي هنا ديال البيضات بحجم كبير، يكونوا بحراره المطبخ. وعندي جوج خمارات بفئه 16 غرام وواحد الفاني. صافي هنا نجيب واحد لوبول والطراب اليدوي، نتوما استعملوا اي طراب عندكم. صافي هنا غادي نضيف جوج بيضات، وغادي نضيف كاس ديال السكر، وغادي نضيف هنايا واحد ساشي ديال الفاني. صافي غادي نطرب دابا في هذه المرحله الخليط مزيان حتى يولي بيض. نتوما اي طراب عندكم، يا ديال الضو يا سميتو، انا عندي ديال الضو صراحه، وكيعجبني نطرب بيديا. كتصدق ليا كيكه مزيانه، يعني ماشي ما كتهبط ليا ولا سميتو الكيكه، غير ما تعطيوهاش الخاطر. يعني ديروا فوها غفلوها كما انا غفلتها. صافي انا نضيف واحد قبصه د الملح، وغادي نضيف من بعد داك دانون عفوا كاس لاروب ديال الزيت. وصراحه غادي نقص منه شي شويه حيت انا الزيت ما كتعجبنيش في الكيكه، كتجي لك باش ما تجيش ميدمه، كندير عيني ميزاني. صافي هنا نطرب مزيان عاوتاني، وغادي نضيف في هذه المرحله هذه هذاك دانون غريك. صراحه هذاك دانون غريك فيه دوك شويه المكسرات، جا غزال، ولكن يعني جا زوين. ولكن نتوما لا عندكم دانون الفاني ولا عندكم دانون البنان ولا الحليب، ضيفوا اي حاجه عندكم. انا كان عندي متواجد غريك، يعني ما بدل ما داق حتى شي حاجه، سقات كيكه على مزويناتها. صافي هنا من بعد نطرب، وغادي نضيف الطحين تدريجيا. هزت ليا جوج كيسان وشي شويه ديال الطحين، وصافي ندخل دابا الطحين في الخليط. صراحه كتجي الكيكه غزال ديال مول العجيب. ان شاء الله دابا نديرها معكم بالنكهه ديال الشكلاط ان شاء الله. دابا طفشتها معكم بالنكهه ديال الحامض. صراحه كتجي غزاله. وصافي هنا نضيف الدقيق، وغادي نضيف جوج خمارات حمر. صافي هنايا غادي ندخل داك الطحين اللي بقى ليا. وصافي من بعد ما تكتب لكم 8 وما تقطعش، عرفوا الخليط ديالكم كيكون واجد، ويكون الفران ديالكم ما مسخنش. انا كندخلها على فران بارد باش كتجيني كيكه زوينه وكتصدق ليا. صافي هنايا من بعد ما تكتبت لي 8 هذا هو الخليط، وغادي نضيف شويه ديال الخل ما تصورش معاكم باش تجيني هشيشه ورطبه. صافي هنايا دهنت المول بشويه الزبده والطحين رشيشو. صافي غادي نصب الخليط في المول وندخلوا ان شاء الله الفران، ونجي معكم الطبقه الثانيه ان شاء الله. هنا عندي الطبقه الثانيه، عندي نسيطرو د الحليب، وعندي هنا كريم باتيسري. وصافي هنا نجيب واحد كاسرونه غندير فيها نسيطرو ديال الحليب، وغادي نضيف 3 معالق ديال كريم باتيسري، وغادي نضيف 2 معالق ونص ديال السكر. نتوما السكر على حسب الذوق. صافي هنا كما قلت لكم نضيف السكر، ومن بعد نحرك هنايا البارد، ونضيف ان شاء الله نضيفهم في البوطه مع التحريك مستمر حتى ان شاء الله يختاروا معايا. كتجي هاد الكريمه غزاله، وضيفوا شي شويه الحامض محكوك كيعطيها واحد النكهه زوينه. صافي وغادي نحرك مع التحريك باش ما يلصق لياش. صافي هنا من بعد ما صافي اخترت لي هاد الطبقه هاد كريم باتيسري. دابا نجي نخويها فوق الكيكه ديالي اللي صدقت ليا غزاله وطلعت جات طالعه. وانا كنت ديجا سقيتها بشويه ديال السيرو ديال الحامض والسكر والماء. صافي سقيتهم بعد ما صافي درتهم هنا في المول. صافي صراحه جات غزاله. زينتها بشويه الكركاع وانا زينتها البنات بداك الشكلاط. ذوب شويه شكلاط كحل وديتها وجبتها. صراحه جات غزاله، وجا الشكل ديالها رائع، وجات رطبه يا البنات.
عرفتي كتاكلوا طرف وكتقولوا انكم طامعين نزيدوا شي طريف. صراحه كتجي غزاله، كنتمنىكم تجربوها ويعجبكم هاد لا فيديو، ونكون خفيفه على قلوبكم وذوقوه باش ما بغيتوها البنات. انا ما كانش متواجده عندي الحامض، كتزينوها طرونشه الحامض كتجي غزاله، كتجي النكهه ديالها يا سلام يا سلام. كنتمنىكم ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش من لايك، واللي مازال ما تابوناش عندي تابونا مرحبا به. المهم كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.